تخيل نفسك بتتعلم أي مهارة وعايز تكتسبها في وقت قياسي. يعني ممكن تتعلم مهارة جديدة وتبدأ كاريرك خلال 3 شهور بس بالرغم من مشاغلك ومسؤولياتك. تقدر تحقق الهدف ده بسهولة، بس مش لازم توصل للاحتراف في المهارة دي، بس هتقدر توصل فيها لمستوى معقول، وأكيد مستواك هيتحسن مع الاستمرارية لحد ما تحترفها. وفي الفيديو ده هنتكلم عن بعض الأفكار البسيطة اللي هتساعدك تتعلم أسرع. أول حاجة، نوع الطرق اللي بتتعلم بيها. يعني ممكن تقرأ الموضوع مرة، ومرة تانية تشوف فيديو، ومرة تالتة تسمع بودكاست، وهكذا. كل طريقة بتنشط جزء معين من المخ، وكل ما بتنشط أجزاء أكتر بتبقى نشيطة، كل ما هيبقى التعلم أسهل بالنسبة لك. حاول تبسط المعلومة على قد ما تقدر. لما تلاقي نفسك فاهمها كويس وقادر تبسطها، فمعنى كده انك هتبقى مستوعب المعلومة احسن. وعلشان تقدر تعرف انت استوعبتها ولا لا، اشرح اللي اتعلمته لحد تاني، وشوف هل قدرت توصله المعلومة ولا لا. خصص لنفسك وقت ثابت يوميا علشان تتعلم جزء من المهارة. مش شرط الوقت ده يكون كبير، يعني لو ربع ساعة يوميا هيبقى مناسب. اهم حاجة الاستمرارية، وانصحك تثبت الوقت ده لان ده هيخلي استيعاب المخ افضل. وخد بالك، المخ مش بيعرف يركز إلا في حاجة واحدة في نفس الوقت. علشان كده في الوقت اللي بتتعلم فيه خليه للتعلم بس، وياريت لو كنت بعيد عن الموبايل والتلفزيون وأي مشتتات. وأنصحك قبل ما تبدأ الوقت المخصص للتعلم، اكتب أي أفكار في دماغك على الورق، وخصوصا الأفكار السلبية. ده هيساعد إن مخك يتخلص من أي أفكار داخلية ويتفرغ للتعلم فقط. اهتم بالفيدباك علشان تعرف انت ماشي صح ولا محتاج تعدل من أسلوبك. يعني لو بتتعلم لغة جديدة، حاول تتكلم مع حد متقن للغة دي وتشوف هيفهمك كويس ولا لأ. ولو بتتعلم حاجة نظري، استخدم الاختصارات على قد ما تقدر، واعمل جمل سهلة تفكرك بالمعلومة. وأنصحك بالمايند مابس. وأخيرا، اهتم بالتغذية السليمة اللي تبقى مفيدة للمخ وتساعد على تقوية الذاكرة، زي أوميجا 3 واللي بتبقى موجودة في السمك مثلا. الأفكار دي لما تطبقها هتلاقي نفسك بتتعلم بشكل سريع وبأقل جهد ممكن، وهتقدر انك تكتسب المهارة اللي بتتعلمها خلال 3 شهور. وخد بالك انك علشان تحترف المهارة دي لازم الاستمرارية في تعلمها وممارستها.